الحمد لله رب العالمين، الفوز السابع على التوالي ب 21 نقطة، النادي الوحيد بأوروبا بالعلامة الكاملة بدون أي تعثر. بس أنا عندي سؤال، يعني سيادة الحكم أنت ناس البطاقات الصفراء بالدار، يعني بطلت كرة قدم صراحة، لا وعامل حاله مش شايف، يعني نرفزت الجماهير واللاعبين، طلعت الكل من المباراة، قرفت اللعبة ورب العزة. مش هيك يا رجل، ما ظل لاعب عندنا الا الطبش. بعدين ختافي والانديه هاي ليش تتحول قدامنا؟ شو بصير معاكم؟ شو المود اللي بتفعلوه؟ هذا بيريز اللي كان يلعب معانا، شو بدك تسوي يعني؟ ليش بدك تثبت لي اليوم انك جدع؟ على فكره ما راح ترجع، قاتل حاله بده يسجل، قاتل حاله. هاي لعبتنا اللي بتطلع الانديه الثانيه شو بصير معها؟ ما بنجنوا بيهسسوا. بعدين السؤال الذي يطرح نفسه، الناس اللي بس بدها تنتقد، شوف لي الاحصائيات، 15 كره 4 على الجول، شوف لي الاستحواذ، شوف لي البساط، شو هم عندهم كره واحده على الجول. ارحمونا عاد بكف انتقاد، انسوا لي مباراه موناكو صار فيها طرد، انسوها خلاص. بهاي الاسماء احمد ربك انه فريقك متصدر فرق 4 نقاط، احمدوا ربكم يا اخوان. خلص انتقادات بس بدكم تمسكوا لي. السلام عليكم والف مبروك الصداره، للمرحله الجايه ان شاء الله وراح ناخذ العلامه الكامله.